برد برد برد. الجو برد قوي النهارده. اهلا يا جماعه، انا ويلكم باك تو ماي يوتيوب شانل. ولو انتوا اول مره تشوفوني فانا ايمان، بقدم محتوى عن الفاشن والهاند ميد واللايف ستايل، فلو مهتمين كملوا الفيديو للاخر. مجرد ما شفتوا الشاي الاصفر ده قعدتوا تطلبوا مني كتير 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 اني اعمل توتوريال ليه، فعملت توتوريال لشال تريكو بس كان بغرزه تانية. بس من بعد ما نزلت الفيديو ده وانتوا بتطلبوا ان انا اعمل شال تاني من الغرزه بتاعه الشال الاصفر ده، فالنهارده هوريكم ازاي تقدروا تعملوا الغرزه دي بالتريكو بطريقه سهله جدا. فلو مهتمين كملوا الفيديو للاخر. طيب عشان نبتدي الجزئيه دي هنجيب ابره التريكو بتاعتي. انا هستخدم ابره رقم 9، وكل ما نكبر الابره كل ما الغرزه هتوسع معانا. ناخد طرف الخيط من البكره ونرمي الطرف على الناحيه الشمال من ايدينا كده، ونبتدي ان احنا نعمل الغرز بتاعه البدايه. بنلف الخيط كده، بعدين ندخل الابره فيه كده، ومن الخيط اللي بيكون في البكرة بنلفه على الابرة بالشكل ده كده، وبعدين نخرج ده منه كده. بعدين هنمسك الخيط بالشكل ده كده، ندخل الابرة فيه من هنا، بعدين نلف الخيط ده ونخرجه منه كده. دول كده غرزتين. بنفضل بقى نكرر لحد عدد الغرز اللي احنا عايزينه. عايزين مثلا الشال بتاعنا يكون عرضه قد ايه، كل الكلام ده اهو كده كده. اشتغلت الغرز اللي انا عايزاها اللي هم 10 دول. هبتدي بقى ان انا اشتغل السطر اللي بعده. الغرز بتاعت الشال الاصفر كانوا 40 غرزة من دول. انا عاملة بس دلوقتي 10 وهم كانوا 40، والابرة كان رقمها 14. ببتدي ان انا اجيب الابرة التانية واشتغل غرزة اسمها معدولة. بعمل ازاي الغرزة المعدولة؟ ببتدي ادخل جوه الغرزة بالشكل ده كده، وبعدين بالخيط ده الفه كده واخرج كده. اللي بعدها نفس القصة، هدخل الابرة كده، وبعدين ادخل الخيط كده والف كده، وافضل اكمل لحد الاخر كده كده كده. اهو بدخل الابرة هنا كده في الغرزة، وبعدين الف الخيط والفها واسحبها، وافضل اكمل كده لحد ما اخلص الغرز دي. انا اشتغلت اول سطر غرزة معدولة، وده بيكون شكلها من قدام، وده كده بيكون شكلها من الظهر، بيكون فيها العقد دي. لما بلاقي العقد دي معناها ان انا هشتغل غرزة مقلوبة، وممكن نحفظها بان انا بشتغل سطر معدول وسطر مقلوب. انا هبتدي بقى اشتغل السطر الجاي ده مقلوب مش معدول. اجيب برضو الابرة بتاعتي، بس ببتدي ان انا الف الخيط عليها الاول كده لاني هدخل من هنا، وبعدين هلف الخيط عليها بالشكل ده كده، وهاخد الخيط واخرج بيه كده. هدخل من هنا، هلف الخيط كده، وهاخد الخيط واخرج. هدخل هنا، هلف كده، وهاخد الخيط واخرج، وهكذا بفضل اكمل لحد الاخر. انا اشتغلت تاني سطر مقلوب، وده بيبقى شكل المقلوب من قدام، لكن من ورا بيكون شكله الغرزة المعدولة. فانا دلوقتي هشتغل بقى السطر ده معدول، لان انا في الوش بتاع الغرزة المعدولة. ابتدي ان انا اكرر نفس الخطوة، ان انا في السطر المعدول بدخل من هنا كده اهو في الغرزة، بعدين الف الخيط واخرج بالخيط، وافضل اكمل لحد نهاية السطر بنفس الطريقة. اشتغلت السطر التالت معدول. السطر الرابع بقى عشان هنلف كده هيبقى مقلوب، فهشتغله مقلوب، وبفضل اكمل بنفس الطريقة. المقلوب بشتغله مقلوب، والمعدول بشتغله معدول، لحد ما اخلص القطعة بتاعتي حسب بقى كان طولها قد ايه.
انا اشتغلت القطعة بتاعتي بالطول اللي انا عايزاه. هبتدي بقى ان انا اخرج الشغل بتاعي من على الابرة واقفل اهو. هاخد الغرزة بتاعتي، انا بشتغل بقى دلوقتي غرز معدولة لان الوش ده معدول اهي معدولة. باخد واحدة اتنين وبخرج التانية من فوق الاولانية كده، وبعدين هاخد واحدة واخرجها من فوق الغرزة اللي معمولة بالشكل ده كده. هاخد غرزة كده واخرجها من فوق الغرزة المعمولة كده. هاخد غرزة بس كده. بالطريقة دي نكون خلصنا اي مربع بقى، اي عرض واي طول احنا عاوزينه بالغرزة المعدولة والمقلوبة. زي ما قلت لكم ان انتوا بمجرد ما تشتغلوا بإبرة مقاس اتخن هتطلع معاكم بقى الغرز واسعة كده. وبس كده. اتمنى تكون طريقة الشيل سهلة عليكم. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتكتبوا لي في الكومنتس عارفين فيديوهات ايه منها الفترة الجاية. باي بقى دلوقتي احسن انا لازم ادخل جوه لان الدنيا شكلها هتمطر.